يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا. همبرجر بيتي جوسي وطري من جوه وفي نفس الوقت متماسك، ما بيفكش منك وانتي بتجهزيه. يسد معاكي كوجبة غدا عشاء، ممكن قدام الفيلم. حلو جدا، تحفة، طعمه احلى من الجاهز بكتير. وانا داليا، لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. ويلا بينا نبدأ نجهز الخامات اللي هنضيفها للهمبرجر عشان تديله التماسك والطعم الرائع بتاعه. اول حاجة معايا نص كوباية من البرغل، يفضل ان يكون نوع برغل نضيف عشان ما يبقاش فيه زلط وطوب صغير ما يحتاجش منك ان انتي تنقيه. بحط نص كوباية في مصفى ضيقة جدا، اغسلها كويس قوي بالمية الجارية، وبعدين هبدأ اصفيها من ميتها وافردها على سطح ناشف ونضيف لحد ما البرغل ينشف خالص، واقدر احطه في المطحنة واطحنه لحد ما يبقى بودرة ناعمة جدا. الخطوة دي بعملها الصبح بدري اول ما بصحى من النوم عشان ادي فرصة للبرغل ان هو ينشف خالص. لما احطه في المطحنة واطحنه يديني بودرة ناعمة جدا. والكل كيلو لحمة مفرومة بضيف عدد 2 بصلة حجم متوسط أو بصلة كبيرة مع قرن فلفل رومي، وساعات بضيف نص قرن فلفل حامي. ما بيخليش الهمبرجر سبايسي قوي، بس بينطر وبيظهر كل النكهات والأطعمة التانية اللي أنا بحطها. والكل كيلو لحمة مفرومة بضيف كيس من خلطة الهمبرجر الجاهزة، بدعمها بمعلقة كبيرة من خلطة الهمبرجر اللي موجودة عند العطار، بيبقى فيها تدخينة حلوة قوي. ممكن تكتفي ب2 كيس من خلطة الهمبرجر الجاهزة أو معلقتين كبار من خلطة الهمبرجر الموجودة عند العطار، إنما ميكس الاتنين مع بعض بيدي نتيجة حلوة قوي. نص معلقة كبيرة ملح أبيض، معلقة صغيرة مليانة بهارات لحمة أو ال7 بهارات، معلقة صغيرة مليانة كزبرة ناعمة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة بصل بودر، نص معلقة صغيرة توم بودر، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر، 200 جرام من فول الصويا، ده بتجيبيه من عند العطار، بتحطيه في طبق غويط وتنزلي عليه بميه مغليه لحد ما تغطي بس فول الصويا. ما تزوديش الميه عشان ما تتعبكيش بعد كده، لان احنا بنرجع نصفي فول الصويا ده من الميه الزياده اللي فيه. وهنقلب كويس عشان نتاكد ان فول الصويا اتشرب كويس من الميه المغليه اللي نزلناها عليه. وخاماتنا عباره عن كيلو لحمه مفرومه بنسبه 25% دهون، عدد 2 بصله متوسطه الحجم وفلفلايه رومي، التوابل اللي جهزناها مع بعض، 2 معلقه كبيره من الكاتشب، ونص كوبايه من البرغل المطحون ناعم جدا، 200 جرام من فول الصويا نقعناه في ميه سخنه، ومعلقتين زيت طعام. وهنبدأ دلوقتي مع بعض في تجهيز خامات الهمبرجر. اول حاجه في محضره الطعام بنزل بالبصل المتقطع مع الفلفلايه الرومي، وانزل عليهم بمعلقه صغيره من الملح، ودي بتساعد البصل انه ينزل كل الميه الزياده اللي فيه. وبشغل الكبه وانا اعمل بصل جامد جدا عشان ينزل كل الميه والسوائل اللي فيه. وفي بوله نظيفه بحط مصفى ضيقه وابدا انزل بالبصل عشان اصفيه من كل الميه والسوائل اللي موجوده فيه، لان الميه والسوائل دي هي اللي بتخلي الهمبرجر لما بنيجي نسويه بيبدا ان هو يفك مننا ما يبقاش متماسك. وميه البصل بحتفظ بيها في كيس نظيف في الفريزر، بتبل بيها الفراخ او البانيه، بتبقى تحفه. وبرجع في محضره الطعام انزل بالبصل بعد ما صفيته من كل ميته، هنزل عليه بكل التوابل اللي جهزناها مع 3 معالق كبار من البرغل اللي طحناه ناعم جدا، وفايدته انه بيشد لي اي سوائل زياده موجوده في الخلطه، مع معلقتين كبار من الكاتشب بيخلي الهمبرجر جوسي وطري قوي من جوه. وبضرب كل المكونات دي مع بعض في محضره الطعام لحد ما يختلطوا مع بعض كويس. وفي الوقت ده بيكون فول الصويا برد خالص من الميه السخنه اللي ضفناها عليه، بنزله في نفس المصفى الضيقه اللي صفيت فيها البصل، وببدا اني
اضغط عليه عشان اتخلص من اي ميه زياده موجوده فيه. وبحط فول الصويا شويه بشويه في المصفى على قد ما المصفى تاخد وعلى قد ما انا اقدر اضغط عليه كويس جدا عشان اصفي كل الميه الزياده اللي فيه. الشويه اللي بخلصهم بضيفهم في الكيتشن على خليط البصل والتوابل وارجع افرمهم مع بعض كويس جدا. بضرب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا في الكيتشن، وبكده بقى عندي الخلطة اللي هضيفها على اللحمة اللي هتديني طعم وتماسك الهمبرجر المميز. هنزلها في طبق كبير لاني لسه هنزل عليها كيلو من اللحمة المفرومة، وهكون مجهزة جنبي طبق فيه معلقتين كبار من زيت الطعام. هبدأ اني ابل ايديا بالزيت واعجن كويس جدا كل المكونات مع بعض، اللحمة المفرومة مع الخلطة اللي عملناها في الكيتشن. وفي الخطوة دي لازم يكون عندك شوية من الصبر، تبدأي تعجني كويس وتجيبي اللي تحت فوق وتمزجيهم كلهم مع بعض. وهاخد حتة صغيرة من العجينة دي وادوقها عشان اتأكد ان ملحها وتوابلها مظبوطة، والاشارة دي معناها ان هي تمام التمام، مش محتاجة اي ملح ولا اي توابل، هي مظبوطة بالملي. هبدأ العجينة اللي انا عملتها دي ادخلها الكيتشن تاني واديها وش فرم تاني. العجينة بقى اللحمة المفرومة مع فول الصويا مع البصل مع كله بديله وش فرم تاني عشان يبقى متماسك مع بعضه وكله ممتزج مع بعضه ويديني طعم وشكل الهمبرجر اللي احنا بنحبه. وهنا بقسم الطبق نصين، بنزل باللحمة المفرومة اللي اديتها وش تاني في نص، والنص التاني بيبقى فيه اللحمة اللي لسه هحطها في الكيتشن، وابدأ احط شوية بشوية لحد ما اخلص كل الكمية اللي موجودة عندي. وبعد ما الكمية كلها بتاخد وش تاني من الفرن بكور كورة وبتأكد من تماسك الهمبرجر. بصوا قبل ما يتحط في التلاجة بصوا شكله متماسك ازاي، وبغطيها كويس واحطها في التلاجة مدة ما تقلش عن ساعتين عشان ترتاح كل المكونات تمتزج مع بعضها، العجينة كلها تبقى بنفس النكهة. بعد ما العجينة ارتاحت في التلاجة ساعتين، وساعات ببيتها من بالليل لتاني يوم الصبح، تاني يوم الصبح برجع اشتغل فيها. وجنبي طبق الزيت ببدأ اني ابل ايديا بالزيت عشان اعمل كور الى حد كبير متساوية في الحجم. لو انتي شاطرة بتكوري وبيطلعوا الكور كلها قد بعضها. لو انتي دقيقة قوي في شغلك بتجيبي ميزان وتحطي على الطبق بتاع الميزان كيس سندوتشات مفتوح عشان ما تبهدليش الميزان بتاعك. في كيس شفاف انا حاطاه فوق الميزان وببدأ اوزن واحدة واحدة، وافضل حجم ليها انا بيبقى حوالي 90 جرام. وهبدأ أرص الكور كلها جنب بعض، وهنا الكور كلها وزن واحد عشان تبقى كلها شكل وحجم واحد. وكيلو اللحمة المفرومة بعد إضافة فول الصويا والإضافات التانية بيديكي تقريبا 21 قطعة همبرجر. بعد كده بتيجي مرحلة التشكيل. الصاج يكون بيدخل الفريزر، ببدأ إني أغلفه بكيس سندوتشات، بفتحه من تحت وافتحه من الجنبين وأغلف بيه الصاج تماما. وعندي هنا القطاعة اللي بشكل بيها الهمبرجر، وبقطع كيس تاني من أكياس السندوتشات على شكل مستطيل يكون حجمه أكبر من حجم قطاعة الهمبرجر. بقطع منه قطعتين، أول واحدة بتكون تحت كرة اللحمة والتانية بحطها فوق كرة اللحمة، واضغط عليها بالقطعة التانية من قطاعة الهمبرجر عشان تديني شكل الهمبرجر الدائري المميز. وبشكل كل كور الهمبرجر وابدأ أرصها في الصاج واسيب مسافة بين كل قطعة والتانية. وبرص الدور الأول كل قطع الهمبرجر جنب بعض بس مش لازقة في بعض. وبخلص الدور الأول كله ببدأ إني أشكل في الدور التاني، بس الأول لازم أغطي الهمبرجر ده بكيس بلاستيك مفرود بالراحة خالص لأن اللحمة لسه طرية. ببدأ أشكل الدور التاني، كل قطعة همبرجر بحطها بالظبط فوق اللي تحتيها وبرضو بالراحة خالص عشان الهمبرجر شكله ما يتغيرش. بتشكل الدور الثالث بنفس الطريقة، كيس بلاستيك بغطي بيه قطع الهمبرجر وابدأ اني احط كل قطعة فوق اللي تحتها، وبكده عندي 3 ادوار همبرجر، كل دور فيه 7 قطع 21 قطعة. بحطهم في الفريزر لحد ما يتماسكوا ويتجمدوا الى حد ما. صاج فرن بدهنه بفرشة زيت وببدأ اني اطلع قطع الهمبرجر وارصها جنب بعض، وفرن مسخن مسبقا ببدأ اني احط الهمبرجر لمدة 15 دقيقة
وده طبعا يرجع للفرن بتاعك. لو الفرن بتاعك حامي شوية بتقللي مسافة التسوية، بتبقى 12 دقيقة، وتطلعي الصلب بالراحة خالص، بتقلبيه على الناحية التانية عشان يستوي من ناحيتين. الكايزر بتاعنا جميل، وننزل بالمايونيز والكاتشب والكابوتشا والطماطم. ولو انت راضية عنهم قوي هتقلي جنب سندوتشات الهمبرجر بطاطس مقلية، وتحطي اي نوع عصير متوفر عندك في التلاجة. استمتعي، والف هنا وشفا، يا رب يعجبكم.